السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. النهارده هنتكلم يا جماعة ان انا في حاجة غريبة قوي الصراحة بتحصل معايا اليومين دول. معرفش الفيس مهنج ولا التليفون مهنج ولا التلفزيون مهنج ولا الرياضة مهنجة. كل ما افتح التلفزيون او التليفون او الفيس او اليوتيوب الاقي اللي خد بطولة سلة بقى، قدم، طايرة، شباب، ناشئين، رجال، نساء. الاهلي كل اسبوع بياخد بطولة، ناس يتوقف لها القيد كل اسبوع وناس تاخد بطولة كل اسبوع. الاهلي بطل لدوري السله، وقله ادب لاعب الاتحاد. وهنتكلم كمان عن رمضان صبحي من نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الى السجن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفيديو جديد على قناه اليوتيوب، ومعاكم اكبر بائس محلي بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابه. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعمه بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده على عيني وعلى راسي، منورني ومشرفني دايما. اهم حاجه ما ننساش اخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان من الدعاء. ربنا ينصرهم ويعيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد راميهم، اللهم امين. والدعاء لوالدي ولاموات المسلمين جميعا بالرحمه والمغفره. ويلا نبدا حلقتنا. طبعا هنبدا بالنادي الاهلي بطلا لدوري كره السله بعد الفوز على الاتحاد او بعد انسحاب الاتحاد، وهحكي لكم اللي حصل وهحكي لكم الواقعه. الاول طبعا هتكلم عن النادي الاهلي والعاب الصالات، لان كل ما الاهلي بياخد بطوله في العاب الصالات انا دايما معاك وبذكر رحمه الله عليه الاستاذ العمري فاروق اللي طور العاب الصالات داخل النادي الاهلي. وبعد كده نتكلم في الواقعه المسينه بتاعت لاعب الاتحاد في لاعب شباب الاتحاد لكره السله والعقوبة اللي يستحقها، وبعد كده نخش على قصة رمضان صبحي. النادي الأهلي اللي أصبح ملوك الصالات. الزمالك كان فعلا ملوك الصالات، احنا كنا جامدين جدا في كرة اليد وكرة السلة. الأهلي متفوق علينا جدا في الطايرة، لكن احنا كنا متفوقين في اليد وكنا متفوقين في السلة، وممكن نكون ما زلنا متفوقين في السلة على فكرة، لان احنا كان الفرق ما بيننا وبين الاهلي في البطولات كتير جدا. لكن الزمالك تقريبا انا مش عارف كام بالظبط، بس الزمالك تقريبا بقاله لا يقل عن 5 6 سنين ما بياخدش دوري كرة السلة اصلا. فدي مشكلة كبيرة جدا. فطبعا كل ما هتيجي بطولة ياخدها النادي الاهلي في العاب الصالات انا متعود دايما اني بتكلم عن الراحل رحمة الله عليه الاستاذ العمري فاروق، اللي تولى ملف العاب الصالات داخل النادي الاهلي واداه على اكمل وجه، وطور النادي الاهلي في كرة السلة وكرة اليد. كرة الطايرة كده كده الاهلي مكتسح، لكن الملحوظ جدا هو تطور النادي الاهلي الرهيب في كرة اليد وكرة السلة. تطور رهيب للنادي الاهلي، اكتساح رهيب للنادي الاهلي في العاب الصالات. بقى الاهلي ملوك الصالات، بالذات في كرة اليد. الاهلي بقى مكتسح وبقى غول وبقى اقوى فريق في افريقيا في كرة اليد. كان معروف اقوى فريق في افريقيا في كرة اليد الزمالك والترجي وفريق جزائري تقريبا مولودية الجزائر او حاجة زي كده. وطبعا الاهلي برضو موجود، لكن بعد التطور الرهيب ده لما مسك الملف رحمة الله عليه الأستاذ العمري فاروق، اللي حط قوانين معينة لإدارة ألعاب الصالات، وإن أي مدرب أجنبي يجي يمسك الفرقة لازم كل سنة يصعد مش أقل من 5 لاعبين أو 3 لاعبين للفريق الأول، بحيث إن أنا أهتم بالناشئين بتوع النادي عشان محتاجش لحد بعد كده، وصفقاتي تبقى قليله. وفي فتره من الفترات كتير جدا سنه سنتين الاهلي تلاقيه في العاب الصالات ما عندوش اجنبي، ممكن يبقى في كره السله بس مثلا. انما ممكن تلاقي النادي الاهلي قعد سنتين مثلا في كره اليد ما عندوش محترف اجنبي، كله لعيبه مصريه وعلى اعلى مستوى، وانجازات كبيره جدا بيحققها النادي الاهلي محليا وافريقيا وفي كاس العالم من الانديه افضل المراكز بيحققها. رغم ان الاستاذ العمري فاروق رحمه الله عليه ما كانش لاعب اصلا، ما كانش رياضي، ما كانش لاعب. ده احنا عندنا نادي الزمالك مجلس ادارته كله العاب صالات، ومن اساطير كرة اليد، اساطير كرة اليد. وتلاقي ملف الصالات عندنا ضايع لان اللي بيشتغل ما بيشتغلش صح. فطبعا كل الشكر والتقدير للاستاذ العمري فاروق رحمه الله عليه. نيجي بقى للواقعه اللي حصلت في العاب السله في مباراه الاهلي في كره السله. طبعا الفريق الكبير كسب الاتحاد.
نظام دوري السله يا جماعه لازم الفريق الكبير والفريق الناشئين يكسب عشان الاهلي ياخد الدوري. فالفريق الكبير كسب، كان لازم الفريق الصغير يكسب، فريق الناشئين يكسب الاتحاد ناشئين عشان يبقى الدوري اهلاوي. لو فريق الناشئين كسب يتلعب في مباراة فاصلة. فالمهم ان حصل شغب ومش عارف ايه، لاعب الناشئين في نادي الاتحاد مسك الكرة بكل غل وحدفها على لاعب النادي الاهلي لتقوم مشاجرة، ومن خلالها بيتم الاتفاق ان المباراة تقام بدون جماهير لا للنادي الاهلي ولا النادي الاتحاد السكندري. رئيس نادي الاتحاد او رئيس البعثة او ايا كان مين اللي مسؤول موجود وافق ان المباراة تتلعب بدون جماهير، ورئيس بعثة النادي الاهلي وافق ان المباراة تتلعب بدون جماهير، وهذا ما تم الاتفاق عليه. عشان نتفاجئ ان الاتحاد رافض يلعب الا لما الجمهور يكون موجود، وان الفرقة تمشي مع الجماهير، وان الفرقة مشيت، وان لعيبة الاتحاد مشيت، وان الاتحاد انسحب علشان يتم اعلان الاهلي بطلا لدوري كرة السلة. انا هنا بقى بتكلم، انا موقف غريب جدا بصراحه. انا اسكندراني، والاتحاد السكندري الصراحه من اكتر الانديه اللي عندها روح رياضيه يعني، وقليل لما نسمع عن نادي الاتحاد في اي لعبه ان صدر منه شيء سيء او شيء غير سلوكي، بالذات في كرة السله. ودايما بيبقى في احترام وود بين الاهلي والاتحاد، بس الفتره الاخيره ممكن يبقى بقى في مشاحنات عشان معظم البطولات في مصر بقت النهائيات ما بين الاهلي والاتحاد، هم اللي بقوا بينافسوا بعض. واللعبه الشعبيه رقم واحد في اسكندريه، مش الشعبيه يعني، اللي هي احسن اداء لنادي اسكندراني في السله هو الاتحاد، يعني ملوك السله الاتحاد. لكن عمر ما شفنا يعني حركة غير أخلاقية زي اللي عملها الناشئ ده. فطبعا لازم يتعاقب، طبعا لازم يتعاقب على الحركة دي، لأن يعني انت أثرت فتنة وخليت فرقة ما تلعبش وخليت الجمهورين ما يحضروش. واحد يقول لك هو جمهور الأهلي وافق يلعب ليه من غير جماهير؟ ده في ناس مسافرة وجاية من بعيد ورا النادي. ما هو الغلطان مش النادي الأهلي، الغلطان اللاعب الناشئ اللي عندك اللي عمل المشكلة دي، أجبرت الحكم والمنظمين إن المباراة تتلعب بدون جماهير. يعني اللاعب عندك هو السبب في ان الجمهور اللي جاي لك مسافر ما يحضرش المباراة. ليه تتأجل؟ هم مش عايزين يأجلوا المباراة، تتلعب في يومها، وانت وافقت انك تلعب بدون جماهير، بعد كده تاخد اللعيبة وتمشي؟ ما تلعب في ارض الملعب يا عم، رد في ارض الملعب يا عم. الملعب دايما بيديك فرصة انك تكسب او تخسر، انما الكلام وشغل القصف الجبهات وشغل الغير اخلاقي دوت للضعيف، الضعيف اللي بيلجأ للحاجات دي. وبرضو عشان اكون محق، لان انا بطلع اقول اللي انا شايفه حق. سمعت ان العقوبة ممكن توصل ان اللاعب ده يتشطب سنة. لا يا جماعة، كده ياما. هو غلطان طبعا وحركة وحشة جدا، لكن مش سنة. يعني لا، مش سنة، ما توصلش لسنة. يعني مروان حمدي اللي سب جمهور الاهلي على الملأ ما تعاقبش اصلا. حسين الشحات اللي ضرب بالقلم وسب الدين اتوقف ماتشين بس. عشان ما تقولش ان انا باجي على حسين الشحات، او انا جبت لك مروان حمدي وجبت لك حسين الشحات. دونجا ولاعيبه الزمالك اللي في الامارات فضحونا واتسجنوا وما توقفوش لحظه. لا، اتوقف في السوبر، انا اسف، اتوقف 4 ماتشات، 4 ماتشات في السوبر بس. وتيجي اللاعب دوت صغير حدف كرة عايز توقفه سنة؟ لا، هو عاقبه، اوقفه شهر، اوقفه شهرين كده، لكن مش سنة، مع كامل الاحترام. ده بكل شفافية بتكلم، لكن لازم يتعاقب طبعا. فنتمنى ان احنا ما نشوفش السلوك السيء ده في الالعاب الرياضية اللي هي المفروض اصلا بتجمع الناس، عشان الموضوع بقى رخم جدا. نيجي بقى لرمضان صبحي، وانا عندي هنا لوم وعتاب على الشعب. رمضان صبحي من نجم النادي الاهلي الى السجن بسبب طبعا قضية التزوير. وانا هنا هتكلم كلام دنيوي، مش هقول لك بقى شفت الكابتن محمود الخطيب لما قال لك انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم وساب نجومية الاهلي وراح لا، مش هكلمك كورة، انا هكلمك كلام دنيوي. عشان احنا شعب عاطفي جدا مع كامل الاحترام، وللاسف البعض منهم ساذج. لاعب غلط يا جماعة، لاعب زور يا جماعة. اللي يصعب عليك مين؟ مع كامل الاحترام يا جماعة، هو مين اللي بيصعب على التاني؟
هو المليونير اللي بيصعب على الفقير ولا الفقير اللي بيصعب على المليونير؟ سيبك من فقير وغني يا عم، لاعب غلط يتحاسب. هو انت اللي زعلان عليه لو زورت واتمسكت حد هيزعل عليك؟ ما انت هتتحبس ويتطبق عليك القانون. هو زور، يشوف التحقيقات تاخد مجراها والعقوبة ياخدها عادي جدا. المشكلة إن للأسف الشعب بيحكم بالعاطفة. واحد مشهور يتمسك، سواء ممثل أو مغني أو لاعب كورة، ويتمسك في حاجة أو في تهمة أو في خطأ عمله، وبعد كده يطلع منها. تلاقي الناس بص عشان مشهور، بص عشان لاعب كورة، بص عشان غني، ايه الكوسة دي، ايه الظلم ده. واحد تاني مشهور يتمسك، سواء لاعب كرة أو مغني أو ممثل، ويتطبق عليه القانون. حرام يا جماعة، ده لسه صغير، ضيعتوا مستقبل الولد يا جدعان. ماشي، نديله فرصة تانية. انت مع ولا ضد ولا عايز ايه بالظبط؟ ايه العاطفة اللي بتاخدنا دي يا جماعة؟ زي مطرب المهرجانات من اسكندرية، مطرب المهرجانات كابونجا، اتسرب له او نزل له فيديو وبيسجل مهرجان وبيقول فيه كلام وحش جدا. يطلع فالناس تقول لك اوقفوه، احبسوه، امنعوه. يطلع يعيط في فيديو يقول لك ده فيديو قديم يا جماعة، ده فيديو قديم. حرام يا جماعة، ده وقفنا مستقبله يا جماعة، لازم ندعمه. الشباب هيعمل ايه؟ هياكل عيش منين؟ يا عم قديم مين يا عم؟ وانت ما عندكش عقل؟ وانت ما عندكش عقل؟ خش عنده على قناة اليوتيوب هتلاقيه من يومين منزل مهرجان كله اسفاف وكله كلام قتل فين العقل يا جماعة؟ هو فين العقل؟ وانت ما تعرفش تميز مين اللي يصعب عليك ومين اللي ما يصعبش عليك؟ زي ترندات الطلاق اللي بنشوفها، ما هي الناس دي بتجيب ملايين المشاهدة بسببكم. ما تدور يا عم انت بتتفرج على مين وانت بتتابع مين؟ ما تميز بعقلك. غير كل ده ان في واحد اتظلم، في معيد اتفصل، في معيد شريف رفض الرشوة ورفض ان رمضان صبحي يزور او يبقى عارف ان في تزوير ويسكت، فصلوه من الجامعة. راح عمل عمرة او حج ودعا ربنا انه ينتقم من اللي ظلموه، سواء رمضان صبحي او غيره. وعلى حياة عينه سبحان الله شاف رمضان صبحي وهو في طريقه للسجن. معيد اتفصل من شغله، ده اللي يصعب عليك؟ ده اللي بيدور على الحق واللي بيطبق الحق والعدل. فصلوه من الجامعة عشان رفض المهزلة ديت. يعني الراجل ده ما صعبش على رمضان صبحي اللي هو صعبان عليك دلوقتي. في ايه يا جماعة؟ ما تميز يا عم، انت بتتعاطف مع مين ولا انت بتشوف مين ولا انت بتتابع مين؟ ما نميز يا جماعة، ده احنا في عصر الترندات. يعني احنا في عصر الترندات لسه في ناس بتقع في القصة دي. ما اللي غلط يتحاسب يا جماعة، ايا كان مكانته، ايا كان حجمه، ايا كان طبقته، عليا وسطى فوق متوسط تحت خالص. ما اللي غلط يتحاسب يا جماعة، ايا كان عمره وايا كان سنه. لو عنده 10 سنين يتحاسب. ايه الغريب في كده؟ ايه الظلم في كده؟ بس ده كان فيديو النهاردة. بشكر جدا لكل اللي بيتابعوني وبيدعموني. السلام عليكم.